يا ماما، قبل ما تقارني بين أولادك وتزعلي إن واحد أحسن من التاني، اسمعي ال20 ثانية دول. في دقيقة واحدة هتفهمي ليه كلمة بتقوليها ممكن تعمق الغيرة وتكسر ثقة ابنك في نفسه من غير ما تاخدي بالك. يا ماما، ربنا خلق كل طفل نسخة خاصة، نسخة محدش في الدنيا شبهها. طفل سريع الفهم وطفل بياخد وقته، طفل اجتماعي وطفل هادي، طفل شاطر في المذاكرة وطفل تاني مبدع في الرسم أو اللعب أو التفكير. وده مش نقص، ده اسمه الفروق الفردية. ليه أخوكي أشطر منك؟ إشمعنى ابن خالتك أحسن؟ بصي أختك بتسمع الكلام إزاي؟ 3 جمل بس كفيلة إنها تخلي طفلك يحس إنه أقل ويكره أخوه أو يفقد ثقته في نفسه تماماً. الفروق الفردية مش رفاهية، ده أساس تربوي. عقل كل طفل بيتكون بطريقة مختلفة، واهتماماته وقدراته مش زي حد تاني. لو الأم فهمت الحكاية دي، كل مشاكل الغيرة والتمرد والمقارنة هتختفي. 1. قارني الطفل بنفسه مش بحد تاني. قوليله: أنت تقدمت عن الأسبوع اللي فات، شاطرة يا حبيبتي. 2. اكتشفي نقطة قوة كل طفل. واحد بيحب الرياضة، واحد بيحب الكمبيوتر، واحد خياله واسع. اعملي مساندة مش مقارنة. 3. كل طفل له وقت للتطور. في طفل بيتكلم بدري، طفل بيمشي بدري، طفل بيذاكر بسرعة. اللي يهم هو التطور مش السرعة. 4. حافظي على علاقتهم ببعض. اعملي أنشطة مشتركة، خلي كل طفل يساعد التاني. شجعيهم يحسوا إنهم فريق واحد مش منافسين. 5. امنعي الجملة السامة بتاعت بصي أختك، وغيريها جربي تعملي زيها، ولو محتاجة مساعدتي أنا معاكي. يا ماما، أولادك مش محتاجين يبقوا نسخ من بعض، هم محتاجين حضن ودعم ونظرة تقول لهم إن كل واحد فيهم مميز بطريقته. ولو عرفتي الفروق الفردية، هتكتشفي جمال جديد في كل طفل.